هو ليه فجأة قامت حرب ولقينا أمريكا وإسرائيل بيضربوا إيران؟ وليه بعدها لقينا إيران بتضرب دول الخليج؟ ويا ترى إيه تأثير الحرب دي على المنطقة؟ وهل الحرب ممكن تغير سياسة وأوضاع البلاد المشاركة فيها؟ أسئلة كتير بتتسأل دلوقتي، وده اللي هنجاوب عليه النهارده في حلقة جديدة من برنامج سين وجيم. أول سؤال الناس سألته هو ليه أصلاً قامت حرب بين إيران وأمريكا وإسرائيل؟ وعشان نجاوب السؤال خلونا نرجع للبداية. التوتر من إيران من ناحية وأمريكا وإسرائيل من ناحية تانية مش جديد، لكن التصعيد الأخير حصل بعد ضربات عسكرية استهدفت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، لأن واشنطن وتل أبيب شايفين البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ البالستية بيمثل تهديد مباشر لأمنهم. وكمان في صراع نفوذ قديم بين دول الشرق الأوسط، بينما إسرائيل وأمريكا شايفين إن ده ممكن يغير ميزان القوة في المنطقة بشكل كبير. وبعد الضربات دي إيران ما سكتتش وردت بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على أهداف مرتبطة بإسرائيل وأمريكا في المنطقة، وده اللي خلى المواجهة تتحول لحرب مفتوحة نسبياً. وده يودينا للسؤال الثاني، ليه إيران ضربت دول الخليج؟ الإجابة ببساطة إن إيران شايفة إن القواعد الأمريكية الموجودة في دول الخليج هي مناطق نفوذ للدول المعادية، وبالتالي بتعتبرها جزء من ساحة الصراع. وكمان في استراتيجية عسكرية اسمها توسيع نطاق الضغط، يعني بدل ما تكون الحرب بينها وبين طرف واحد تحاول تضغط على الاقتصاد العالمي وعلى حلفاء أمريكا في المنطقة. والسبب كمان إن منطقة الخليج فيها أهم ممر نفطي في العالم، وهو مضيق هرمز اللي بيمر منه حوالي 20% من تجارة النفط العالمية. فاستهداف البنية التحتية هناك أو تهديد الملاحة ممكن يؤدي لارتفاع أسعار النفط ويضغط اقتصاديا على الدول الغربية. ونروح للسؤال اللي شاغل تفكير ناس كتير، يا ترى ايه تأثير الحرب دي على المنطقة؟ التأثير الأول واضح اقتصادياً، لأن الحرب أدت لارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز وتعطل حركة الملاحة والطيران في الخليج، وده ممكن يسبب تضخم اقتصادي عالمي لأن الطاقة بتأثر على كل القطاعات تقريباً. وكمان التأثير مش اقتصادي بس، في مخاوف من توسع الحرب لو دخلت أطراف أو جماعات مسلحة تانية في الصراع، وده ممكن يحولها لحرب إقليمية في الشرق الأوسط. وفي الآخر تفتكروا الخبراء بيتوقعوا ايه لمستقبل الحرب؟ بالنسبة لإيران فالخبراء بيقولوا إنها ممكن ما تكسبش حرب عسكريا بشكل مباشر، لكنها بتحاول تعتمد على حرب الاستنزاف، يعني إطالة الصراع ورفع تكلفته سياسيا واقتصاديا على خصومها. أما بالنسبة لإسرائيل وأمريكا فالتوقعات بتقول إنهم بيحاولوا يضعفوا القدرات العسكرية لإيران بشكل كبير، خصوصا الصواريخ والمنشآت العسكرية. لكن في نفس الوقت كتير من المحللين بيقولوا إن تغيير النظام في إيران أو حسم الحرب بسرعة أمر غير مرجح، لأن إيران دولة كبيرة وعندها قدرات عسكرية وشبكة حلفاء في المنطقة. يعني في النهاية الحرب دي مش مجرد مواجهة عسكرية بين دول، دي صراع نفوذ كبير في الشرق الأوسط ممكن يغير توازنات المنطقة والاقتصاد العالمي، وده لو استمر لفترة طويلة. ويفضل السؤال الأهم، هل الحرب ممكن تنتهي بتسوية سياسية؟ ولا المنطقة داخلة على مرحلة جديدة من الصراعات؟ ده اللي هنكتشفه الأيام الجاية. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة من برنامج سين وجيم، واستنونا في حلقة جديدة. افتكروا إن أي سؤال هتسألوه هتلاقوا عندنا الإجابة.